الأحرار كأنهم هم سبب يعني الجحيم الذي يعيشه الشعب الجزائري، بحكم أن هذا الحراك والأحرار يدافعون من أجل تحقيق دولة العدل والقانون. ولكن أنت تخدم أجندة النظام العصابي، وتتراوغ من هنا ومن هناك لكي تنفخ من جديد يعني جلد النظام بطريقة أو بأخرى. ونحن نعلم جيدا مراوغاتك وتدخلاتك يعني لا سوبريوريتي تاعك، اللي حنايا يعني لو إنسان يكون عنده علم، ولو حبذا يكون عنده العلم حقيقي، لا يتفخر بنفسه. لأن من يتفاخر في نفسه يعني فإنه الشيطان يحوز في دمه. ولهذا لو كان إنسان يأخذ العبرة من العلماء والفقهاء، يقول يا ليت الحق يكون عند خصمي. عندما يأتي للمناظرة، يأتي المناظرة يقول يا ليت يكون الخصم عند خصمي، الحق عند خصمي. علاش؟ باش ما يعطيش النفس أنه هو له الحق المطلق، وأنت ترى نفسك لك الحق المطلق. ولهذا الألاعيب كما أنت راك تعمل فيها أخونا الرئيس وبقية الزملاء تاعك، تريدون أن تصنعوا الأوهام للشعب الجزائري بأن هناك عدو يتربص بالجزائر، وأنتم من تعينون هذا النظام، تعينون النظام بإيعاز على أن الجزائر مهددة لتبقون على هذا النظام بطريقة أو بأخرى. ولهذا خونا نبيل عندما كان يتكلم، أنا ولو حبذا تعاطفت كجزائري على ما هو المخرج من هذا يعني اللي يعاني منه الشعب الجزائري. لأن الأهم المهم ما هو الشعب. يعني أنت لم تنشغل بانشغالات الشعب الجزائري، وأثارتك الفضولية لأنك تثير الانتباه إلى الجارة المغربية. لماذا؟ أنا نتحداك أنت بأن البوليزاريو أصغر بوليزاريو، وأنا أقول لها ليست بوليزاريو، أنا أقول لها البوليخاريو، لأنها مصنوعة من عصابات تريد الكبح على الشعب الجزائري بطريقة أو بأخرى. ونعلم جيدا بأن النظام العصابي هو من يعين بإيعاز بالسلاح والمؤونة والأموال والصفقات، ويعني الأمور اللي يعني أشباه البوليزاريو. والشعب الجزائري يعاني، وأنت لن تعير أي انتباه، كأنك لست جزائري. كيف بالله عليك الشخص الآخر كان يتكلم لك معاناته، كان يستنى منك أنك تجيبه، ولكن أثرت الانتباه دائما للمغرب. لماذا هذا الانتباه؟ لو لم تكن مجند ومجدول بطريقة أو بأخرى لخروجك من هذا الصدى الحقيقي الذي أنت إن حقيقة أنك تعيشه، وأنك جزائري وتحب الجزائر. ويعني الشعارات هذه، أنا بالنسبة لي الوطنية الحقيقية هي فعل حقيقي للإنسان يدافع كيف يحمي مؤسسات الدولة الجزائرية لما آلت إليه من الانهيار، وأنك تقول الحق والحقيقة على أن هذا النظام هو من أتى بالويل على الشعب الجزائري. سياسته الخارجية التي يعني شبع منها الشعب الجزائري من الويلات، لماذا لا تتكلم عنها؟ لماذا لا تتكلم على الصفعة الكبيرة التي أخذها العصابة وما زلتم تطبلون، وخاصة البريكس؟ انظر كيف فعلت أمريكا بمدها بالأسلحة المتطورة ممن تظنونهم أن المغرب هو العدو. ولهذا لماذا الآن راهي تتكالب علينا الجارة الشرق الغربية، يعني من ناحية الشرق تتكلب علينا يعني الأمور، يعني راهي أصبح هذا النظام أغلق على الشعب الجزائري من كل أبوابه الأربع أو الخمس. ولهذا أنا تمنيتك أنك يعني تشعر ما يشعره الشعب الجزائري، وتحلل
ما يعانيه هو من أنجح لحماية مؤسسة الدولة الجزائرية. أما باش تطرح أمور لا تغني لك ولا تسمن لك من جوع، الأخ الكريم أنا تانيك أحطك في علامة الاستفهام. وأنا حاورتك كثيرا، أنت هربت لي من اللايف، وحاورتك على أول نوفمبر وهربت لي من اللايف. يعني أنجز الوقت الكلمة في كل مدام. لايفات. يا خويا العزيز، أنا نقول لك حاجة، أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. شعبنا راهو مغبون، وشعبنا راهو مقهور، وشعبنا قطرة ماء اللي قال لك ربي وجعلنا من الماء كل الوقت شيء يا حي. مدام من فضلك. اسمح لي دقيقة برك، يعني 30 ثانية برك. خويا الرايس، احنا كيما يقول القبايلي العقل كان، وشوف انشغالات الشعب الجزائري كيما احنا نقولوا انسان يعني مشبح من برا وش حوالك من داخل. قلت بهمك، قلت بدوارك، قلت كيفاش نجيو الشعب الجزائري إن حقيقة أن تريد خيرا، وتكل على ربي سبحانه وتحاشى النظر عليهم. خليهم في مشاكلهم، خليهم هما يريقلوا أمورهم، وخلي أمورهم كما هي، خلي احنا نكملوا أمورنا ونشوفوا كيفاش نبنيو الجزائر. وبارك الله فيك اختي جوهرة، وتحياتي لكم جميعا، وربي يحفظكم. وما تنساش على هذا النظام. عاود لي كوكو ولا سمعتك خويا. كيف دير اتفاق مع واحد على الصحراء باش يفوت على المحيط، وتتفق مع واحد الارض خاطيته، الارض خاطيته، انت في بالك الجزائري الارض خاطيته، كيف دير اتفاق مع غار الجبيلات انك تفوت على الصحراء الغربيه اللي تقولها نتايا مادام هي غربيه؟ باسكو الصحراء الغربيه هذاك الوقت في 72 مازال تحت اسبانيا. معليش تحت اسبانيا، كيف دير اتفاقيه مع واحد باش يفوت من فما غار الجبيلات، يفوت من فما؟ باسكو الجزائر في 72 كانت مازال تدعم في الصحراء الغربيه وفي البوليزاريو. كيفاه الجزائر في 72 كانت تدعم في البوليزاريو. هل الجزائر دعمت 72 دعم البوليزاريو؟ وقتاش دار في 72 ولا وقتاش دار البوليزاريو؟ البوليزاريو في تحرير ساقية واد الذهب ومنها كان كاين 72 عبط علي يا خويا، عبط. تأسس البوليزاريو سنة 1973. عبط يا كسول، يا كسول التاريخ. اتفاقية في 72، البوليزاريو في 73 يا كسول. زيد تفضلك شي واحد اخر تلحق ما بقاش. يا خو كانش. واش كوكو؟ وي تفضل خويا، قنعني. نحب نسب الملك اليوم، نفحت لي نسب محمد السادس ونسب المغرب. قنعني ولد بلادي. لك تسب الملك والمغاربه تقدر تسبهم بلا ما نقول لك، راك عارف واش داروا انت، زعما انت ماكش عارف واش تفضل معايا، قول لي واش دار لك الملك محمد السادس، قول لي برك ما فهمني. الملك السادس هذاك نقش عطاي ما فيهش ريحه الرجال. لا غالبا خوتي يا من الرجال للاسف الشديد، ها هما كاش ما لقيت راجل فيهم. كاش ما شوف خوتي، ما تقلقوش المغاربه هم يحبوا يستفزوا هذه من هنا باش نهبط المستوى نتاعهم ونبدا نسب. نو 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 المغاربه خليهم لي، ما تقولش هو يسب. قعد في الكومونتير تحبوا تسبوا بعضكم سبوا، ما طلعش المغربي تقول نرد عليه. خليه هنا هم يحبوا يهبطوا لي المستوى، لانهم دون المستوى باش اني انا نسب ويقول لك شوف هو يسب وقالنا قبيله ما نسبش. والله ما نسب واحد، ما نسبكش. انا حبيت نحطكم قدام الامر الواقع. ريح خليه ما نسبوش، خليه هم حاب يهبطوا لي المستوى ليهم. خليك نكون معاك انسان بالمستوى الرائع، سب كيما تحب، كون معاك بمستوى رائع.